السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا جربت تقولوا الكوسة. طبعا تكون معروف عن الكوسة ان احنا بنحشيها او بنعملها في الفرن او نطبخها بس، انما ما جربناش نقليها بطريقة سهلة وبسيطة وهتحبوها جدا. ونقلي معاها كمان بطاطس بالطريقة دي، مش هتاخد مننا زيت ولا اي حاجة، هتكون ايه خفيفة وهتحبوها. وجربتوها مرة لازم هتجربوها تاني. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده حبايتين من الكوسة، ومعانا كده حباية بطاطس. جربيها بس في حبايتين كوسة وحباية بطاطس بس، ما تزوديش يعني. وبعد كده اما تجربيها هتعرفي وهتزوديها بعد كده وهتعمليها بكميات كبيرة. هنقشر كده البطاطس معانا بالطريقه ديت وهنركنها معانا على جنب. وبرده هنقشر الكوسه بنفس الطريقه، وهنقشر برده الحبايه التانية بنفس الطريقه كده. وبعد كده هنغسلهم ونقطعهم يعني طرنشات كبيره كده، بس تكون السمك بتاعها يكون مش سميك. انا عايزاه يكون وسط، لا تخين ولا رفيع. انا عايزاه بس عشان هنقليها، وطبعا هتكون متغلفه فعليه لازم تكون مش تخينه قوي. بعد ما غسلناها كده نزلنا عليها بكوبايتين من الميه، ونزلنا عليها بمعلقه خل كبيره ومعلقه ملح، وهندوبهم كده مع بعض ونسيبهم كده يتبلوا معانا في المي، ملح وخل، لحد ما نجهز الخليط بتاعها. معانا كده حبايتين من البيض، هننزل كده طبعا في الطبق كده. وبعد كده هننزل عليهم ملح وفلفل اسمر وكمون. طبعا عايزه تضيفي بهارات تانية حسب رغبتك، تضيفي شطه لو انت بتحبيها ضيفي، عايزه برضو تضيفي بقدونس او اي حاجه برضو حسب رغبتك. ونزلنا طبعا معاهم كده عليهم معلقه خل، هنرب البيض كده ربه حلوه كده، وعايزين نخفقه خفقه معانا كده يكون حلو معانا. بعد كده هنزل عليه بكوبايه ميه. طبعا لو موجود لبن يبقى احلى، طبعا اللبن بديها طعم احلى. نزلنا كده بمعلقه نشا كبيره، وهنزل برضو بحب من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو. ومعنا كده طبعا معلقه لبن بودره. وهنزل بعد كده ب3 معالق من الدقيق. طبعا هي خدت مني كده 5 معالق دقيق. طبعا نزلت كده ب3 الاول، وبعد كده قلبتهم. طبعا انت تنزلي بالدقيق حبه حبه كده عشان تشوفي، لان طبعا الدقيق بيختلف نسبه امتصاصه للماده السائله. بعد كده بعد ما داب كده لقينا القوام بتاعه لسه خفيف، نزلنا عليه كمان بمعلقتين من دقيق بس، كل مره واحده كده ونقلبها لحد ما ادينا القوام المظبوط ده. انا عايزه القوام الخليط بتاعي يكون زي نظام او سمك الخليط الكيك. غسلنا كده البطاطس والكوسه وصفيناها في مصفى عشان تصفي الميه اللي فيها كده كلها. ونزلنا كده بالبطاطس طبعا بالشوكه كده، وهنطلع كده عشان ما تشدش من الخليط كميه كبيره. بعد كده هنكون مجهزين التغليفه التانية. طبعا ممكن بفيجيتار او اي حاجه انت بتحبيها اعمليها هتعملي بيها. طبعا عايزاه حار او برضو بارد حسب رغبتك. هنغلف برضو التغليفه التانية بالطريقه دي، ولازم تتكي عليها كده وتقلبيها لحد ما تاخد كميه مظبوطه. هنخلص الكوسه والبطاطس بنفس الطريقه. طبعا الكوسه المعروفه والبطاطس طبعا كل حاجه معروفه لوحدها. هنسيبهم كده ونكون بعد ما نجهزهم معنا كده طاسه على النار، ونزلنا بحوالي كوبايه من الزيت. انا عايزه الزيت يسخن بس، مش عايزاه ينقدح معايا او يغلي او تكون درجه الحراره بتاعته عاليه. انا عايزاه تكون لسه بس يسخن بس بسيط كده، وتكون النار بتاعته متوسطه. ننزل كده بالبطاطس ونسيبها لمده 3 دقائق تكون خدت اللون ده معايا. هنقلبها على الجهه التانية، وهنبدا كده هنشيل الطاسه بس من على النار، عشان انا عايزه الزيت مش يقدر يسخن معايا، انا عايزاه يهدى شويه عشان الحاجه تكون تستوي معايا براحتها. لانك لو عليت عليها النار طبعا اللي هتاخد لون وهتكون من جوه ما استوتش. هنخلص كده كميه البطاطس بنفس الطريقه، وبعد كده هنزل بالكوسه. طبعا انتوا شايفين الزيت بتاعي نضيف ازاي، مش في اي حاجه طبعا، بدل مغلفاه تغليفه حلوه ما بنزلش منه، وبتتك عليه كده لحد ما يمتص او الخليط بتاعه يتمسك مع بعض. طبعا مفيش اي حاجه بتنزل منه، والزيت معايا نضيف زي ما انتوا شايفين كده. قليت كده الكوسه والبطاطس بنفس الطريقه، وخلصت الكميه بنفس الطريقه. وممكن على فكره تنزلوا بالخليط بس، تنزلوا الكوسه والخليط، الكوسه والبطاطس في الخليط وتطلعوه بس على طول. ممكن مش تضيفوا الفيجيتار او اي حاجه تانية، ده حسب رغبتكم، بس دي طعم ودي طعم. طبعا شايفين الخرفشه بتاعته بيكون مقرمش من بره وطري معاك كده من جوه. ممكن تقدمي الطبقين دولي مع طبعا كوسه مع رز او مكرونه وسلطه طبعا، وبتقدميها كده بتكون وجبه خفيفه وسريعه، ما بتكلفناش برضو كتير.
هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم، وحاولوا تجربوها وتقولوا لنا رايكم فيها في التعليقات. ونقول كده انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. باي باي.